بصراحه. انا عاوز اسافر ودوني البحر، عاوز ابقى فريش، اروح اغير جو واشوف الفيش، عاوز اعوم في الميه، حبيت اعرف عاوز قبل ما اعمل اخش الممشى في صور هنا اللي عايز يصور صور طبيعيه، في صور البدوي، وفي صور اللي هم بالساري، وفي صور اللي هم بتوع الفراعنه. اي حد عايز يتصور حاجه عند اللي قاعد ده ماشي. وانا هو داخله معاكم الممشى. بص هي المنشأ عبارة عن ازاز، انتوا فاهمين؟ او بص المنشأ بيدخلك على، هو ده حمام كليوباترا اللي كانت بتستحمى فيه. هوريهولكم من جوه. انا طبعا مش عامله حسابي، وطبعا بيبقى فيه ميه هو عشان هو في نص البحر. انا حبيت ان انا اوريهولكم بس مش هينفع ان انا انزل. اهو بصي الميه دي فيها ناس بتصور. طب يا عمر بقى كده صوره جميله. الميه اهي جوه، جوه في الصخور. استنى يا عمر مفيش هنا السلالم اللي بينزلوا من عليها. المنظر وسط الصخور جميل ازاي، شايفين؟ منظر رهيب بصراحة، منظر حكاية. في المية شايفين الصخور الطبيعية في المية عاملة ازاي، تحفة. يعني التصوير مش زي ما تكوني انت واقفة قدامها، بصراحة تحفة، حكاية بصراحة. المنظر الطبيعي ده حكاية يعني. بس دلوقتي احنا ماشيين رايحين نصور الصخرة اللي هناك دي اللي في وسط البحر. خالد مجازف وعايز يطلع فوقيها يتصور. طبعا انا بقول له ما تطلعش، هو عايز يطلع. انا طبعا هصوره لكم وهو فوقيها ماشي. خلاص شوف حاجه نركبها. معايا كل حاجه اهو. احنا كده بنختصر الطريق يابا. بصوا هو خالد اهو ماشي هناك اهو. ناقص قد ايه؟ طالع على الصخور 6 اللي في كيلو. وسط البحر. 6 كيلو. عايز يتصور 6 عليه. كيلو. احنا بقى نصوره ما بدهاش. واوريها لكم برضه. ما بدهاش. بصوا انا حبيت اوريكم خالد فوق هناك اهو. اما هنقرب بالكاميرا عشان هو طلع فوق الصخرة، شايفينه اهو، هو ونور في وسط البحر. طبعا انا ما قدرتش الا انا اطلع معاه عشان انا لا ما اقدرش الا انا اطلع الاماكن العالية دي في وسط البحر. بس بصراحة منظر طبيعي تحفة، شايفينه. انا قاعدة بقرب على قد ما بقدر عشان اجيبه اهو اهو، شايفينه هو ونور. بس انا بصراحة خايفة اروح هناك عشان اصوره. هو نور اللي طلع معاه هيصوره اهو، شايفين؟ عشان انا طبعا بخاف من المية، وهي الصخرة دي في وسط المية. بصراحة منظر طبيعي جميل. شوف بص طالع فين.